ذروة المستحيل. هذا هو واقع أبطالنا في رياضة المواي تاي، والذين يستعدون بأدوات بسيطة لبطولة العالم في موسكو. أبرد مدن العالم موسكو تنتظر أكثر من 100 دولة في بطولة كأس العالم بالمواي تاي، في بطولة أعدت لها المنتخبات واستعدت قبل فترة ليست بالقصيرة، إلا منتخبنا الوطني اكتفى بمعسكر داخلي مغلق لقلة الإمكانيات المادية بحسب المعنيين. كل بطولة احنا نتعرض لإمكانيات القليلة، عدم وجود معسكرات خارجية. يعني أنا أستذكر يمكن من عام 2004 لحد عام 2012 معسكر خارجي واحد اللي صار بتايلاند. 12 لاعبا يتدربون في نادي النجدة الرياضي بقيادة المدرب العراقي مصطفى جبار والخبير التايلندي كاو، اللذان أكدا على صعوبة المهمة لأنهم سيواجهون أقوى منتخبات العالم، إلا أنهم يعولون على همة لاعبيهم في اجتياز العقبات والمنافسة على المراكز المتقدمة. هذه البطولة تعتبر هي قمة البطولات شاركنا فيها، أعتقد أنها بطولة قوية يحتاج لها رعاية ومتابعة. جميع المنتخبات المشاركة تستعد للبطولة الأهم في العالم، والمنتخب العراقي قادر على تحقيق الكثير في حال التزامه بما خطط له، ونحن نعول عليهم كثيرا في صنع الإنجاز. اللاعبون طالبوا المعنيين بالوقفة الجادة مع المنتخب وليمهدوا الطريقة إلى قادمهم من الإنجازات الموسومة بالأفق المجهول. أمنياتنا، نفسيتنا، إصرارنا على الفوز إن شاء الله في هذه البطولة، في تحقيق الإنجاز الكبير في بطولة العالم. حسرة وألم وحزن اعتلت صدر لاعب المنتخب علاء صباح، الذي منعته الإصابة من الالتحاق مع المنتخب. كانت يعني أمنيتي أشارك بالبطولة، وبلشت بالمعسكر التدريبي الحمد لله والشكر، ولكن مع الأسف حصلت عندي إصابة بقدمي اليسرى منعتني من المشاركة بالبطولة. هم يستعدون في معسكر داخلي مغلق فقط بسبب قلة الدعم المادي، لكن الآمال والعيون ترنو صوب تحقيق الإنجاز رغم صعوبة المهمة. هيثم العراقية، بغداد. أخبار الرياضة انتهت. أشكر